الله الرحمن الرحيم. معكم خالد نصر في اسيست بيبو. معانا مباراة منتخب مصر ومنتخب الكونغو. الكونغو، ما بنقولش السنغال، ما بنقولش المغرب، ما بنقولش كوتيفوار، ما بنقولش نيجيريا. الكونغو. منتخب مصر بيخسر بضربات الجزاء وبيطلع بره البطولة. ده عدل ربنا بأمانة. ده العدل. ده ايه العدل؟ ليه يا عم بتقولي العدل؟ العدل انت اصلا يعني واصل لدور ال 16 بدون فوز، بدون اداء، بدون روح، مشاكل اداريه، مجاملات في التشكيل، مجاملات في القايمه عموما. لا، لا، ده العدل. ما ينفعش غيرك بيجتهد وبيعدل وما يوصلش. ما ينفعش. ما ينفعش. ربنا عادل في كل حاجه. يعني ربنا عادل في كل حاجه حتى في الكوره. ان صلاح يمشي ما ينفعش. في حاجات ما تنفعش يا جماعه. بالنسبه لدراويش صلاح، انا مسميهم دراويش. دافع عن محمد صلاح زي ما انت عايز. انا بتكلم عن منتخب مصر. اللي شايف محمد صلاح اكبر من منتخب مصر دي مشكلته، دي بتاعتك. انا راجل بتكلم في الكوره، انا راجل اهلاوي بتكلم في الكوره. لو الاهلي عليه بقول الاهلي عمل كذا وكذا وكذا وكذا، والخطيب عمل كذا وكذا وكذا وكذا. انا بحب الاهلي مش الخطيب. كذلك منتخب مصر، مفيش فيه لاعب اكبر من المنتخب مهما كان تاريخه. لان فيه لعيبه كتير تاريخها، معلش يعني، انا بالنسبه لي في منتخب مصر اكبر من محمد صلاح، ومع ذلك كانت هي تخش المنتخب كده. منتخب مصر كبير. منتخب مصر صغر بالناس دي، سواء لعيبه او اداريين. الاداريين دول بقى قصه تانية. تعالى لي بقى للاداره دي. هم اللي جابوا المدرب، هم اللي كتبوا معاه عقد وشرط جزائي ان انت هتوصلنا كاس العالم بالجيل ده. ازاي؟ ازاي الجيل ده هيوصل كاس عالم؟ ازاي؟ جيل مش عارف ينافس او يكسب او يقدم اداء قدام فرق تصنيف ثالث ورابع. قدام فرق تصنيف ثالث ورابع. موزمبيق، راس الاخضر، كونغو. إيه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ لعيبه مين اللي انتوا بتدافعوا عنهم؟ لعيبه مين؟ في لعيبه عملت اداء كويس مثلا زي مصطفى محمد. لا، ده مصطفى محمد عليه حاجات كتير. هو احسن واحد في المهاجمين، لكن عليه حاجات كتير. ما يشيلش. ما يشيلش برضه. هو افضل لاعب. يعني كانك بتقول لي ايه ده افضل الوحشين. ايوه بس كلهم وحشين. كلهم وحشين. تريزيجيه ما يشيلش. بالذات الماتش ده كان فيه ازمه ثقه. دي اللي احنا قلنا عليها لما محمد صلاح مشى. قلنا اللعيبه دي ما عندهاش ثقه. واحد زي محمد صلاح لو على الدكه، لا هيفرق. هيفرق مع اللعيبه دي وهيفرق مع المنافس. المنافس لما يشوف واحد زي محمد صلاح على الدكه بتفرق. بتفرق جامد. انا عايز قبل بس ما ادخل قوي في الموضوع، هنشوف الفيديو اللي بالصور وتشوف اللعيبه دي بتاعت منتخب مصر. هنشوف لعيبه منتخب مصر. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع بعد تاني. تعالى يا كبير، خش عليا باول هجمه للكونغو وشوف مين اللي بيغطي التغطيه دي. تخيل محمد هاني هو اللي سابق الدنيا كلها، واقف في النص عشان ما تتلعبش بالعرض، عشان دي لو اتلعبت بالعرض هدف. هدف في اول 5 دقايق. فاتشاطت اي حاجه وراحت. الشغل الشاغل في المباراه دي كان العرضيات. دي فتوح، لعبه واقفه غلط. دي يا جماعه المفروض كل واحد يقف هنا وينطلق. لعيبه مش عارفه تقف. بصوا الاثنين اللي هما لازقين في بعض، مصطفى محمد وتريزيجيه. اصلا تريزيجيه ما بيعرفش يلعب بالهيدرز اساسا. تريزيجيه مش هيدرز اساسا. برضو هنا عرضيه، وبص الوقفه. بص الوقفه. هنا حمدي فتحي طلع وكان عايز يلعبها على طول. طب ريحها لتريزيجيه اهو. هو اتحرك تريزيجيه صح. اللي بيتحرك صح ما بيصنعش، واللي بيصنع التاني ما بيتحركش. بصوا تريزيجيه اتحرك حركه حلوه قوي. هنا محمد هاني اداها لزيزو. المفروض زيزو يجريه تاني. هو ده فتح اللعب. هي دي فتح الفرص. لا، زيزو خلى محمد هاني يفتح مع نفسه ولعب العرضيه اللي هم حافظينها الفاشله. العرضيه الفاشله طبعا بتروح، مفيش حد بيجري على الكوره. دي بتاعت حجازي. دي بتاعت حجازي. لعيب خبره، كابتن الفرقه مش عارف يلعب. دي كوره سهله جدا اهي، والله سهله جدا. هنا برضو المفروض راحت للنني من محمد هاني. دي 1 2.
هتفتح لعب ابن لذينه، هتفتح لعب يعني هتكسر بيه الدنيا. هنا زيزو وشغل الزمالك، ده اسمه شغل زمالك. مش هيديك حاجه الحكم. هنا برضو هنا نفس القصه، برضو دي بقى لعبه تانية. برضو زيزو مش عارف بيلعبها لمين، قام وقع. الشغل ده ما ينفعش في افريقيا. المحلي محلي والدولي دولي. نفس القصه، عرضيه الفاشله بتروح لدفاع الكونغو. بصوا يا جماعه كام عرضيه اتلعبت، مفيش حد بيتحرك صح. تعال بص الفشل هنا بقى، ده انا بالنسبه لي اسمه الفشل. مفيش منتخب صغير، مش هقول لك كبير، صغير دفاعه بيقف كده. طب هي جات له وسددها. حظنا والله العظيم البطوله دي ماشيه بالحظ معانا. احنا لو مش محظوظين نطلع من اصلا اول ماتش، مش هقول لك بقى نكمل المجموعات. نزلت الراجل وسددها، لكن تسديده وحشه. ده تاكلينج حمدي فتحي، هو ده حمدي فتحي بتاع رقم 6، هو ده. لكن فيتوريا مدمره في رقم 8. بصوا هنا برضو محمد هاني، اقسم بالله بالنسبه لي من احسن اللعيبه في البطوله دي. فاتح فاتح شوارع في كل الماتشات، بيفتح شوارع هنا بس محدش بيلعب له. برضو محمد هاني هنا اتحرك وزيزو دخل لجوه. في لعبه بين زيزو ومحمد هاني اكتر من 7 مرات محمد هاني يفتح يمين وزيزو يقوم قاطم لجوه وتضيع في الاخر. طب ما تطلع محمد هاني. دي واحده هي لمحمد هاني عرضيه برضو، والله كانت عرضيات جميله جدا، لكن مفيش مهاجم بيخطف. هنا الكوميديا السوداء، لعيبه واقفه مستنيه ايه الحكم يقول ايه، خد الكوره. طبعا لعيبه الكونغو راحت، لكن هنا بالنسبه لي حجازي هو اللي يشيل الهدف ده. انت تعمل بلوك زي ما عملت الشوط الثاني وهوريه لكم برضو، وتطلع الكوره اهو. تعمل بلوك هنا ومفيش حاجه تعدي. طبعا خبطت في حجازي، وابو جبل طلع بره وهي دخلت جوه، ودخل مهاجم الكونغو كملها. بصوا هنا محمد هاني بيجري ازاي، مين بيلعب له؟ مين بيلعب له؟ هو محمد هاني اتحرك صح. بص زيزو نفس القصه. طب ما العب له، افتح، ده انت حتى هتفتح لعبه اصلا، هتصنع اهداف وتصنع هجمات خطيره جدا. بصوا ده واقف فين وده واقف فين وبتروح فين. نفس القصه، نفس القصه. لعيب واقف لوحده لو سددها. شفتوا اللعيبه بتاعت راس الاخضر بتسدد ازاي؟ بالنسبه لها منتخب مصر لقطه، لقطه. هنا طبعا تريزيجيه ولا لعب عرضيه ولا استلمها واتكعبلت في رجله. وهنا يوضح لك ثقه تريزيجيه في نفسه. بصوا كام واحد في الجبهه دي، 1 2 3 4 والخامس جاي بيقرب، ومع ذلك اتلعبت من 2 لعيبه بس من الكونغو، وراحت بقت هجمه خطيره. يعني 2 من الكونغو قصاد 5 من مصر، والكره بتعدي بتبقى هجمه خطيره. اتفرج، اتفرج بقى على نموذج الكونغو اللي هي تصنيف ثالث ورابع بتلعب ازاي في ضربات الهيدرز. بص اللعيب اللي كان عليه الدايره الاول ده هيجري يقطع قدام محمد حمدي ويلعب الكوره. مفيش احسن مهاجم عندك مين؟ مصطفى محمد ما بيعرفش يعملها. عشان كده بقول مصطفى محمد مش عاجبني. بص الراجل جه منين اهو، بصوا جه من اول ال 18 عشان ينط قدام محمد حمدي ويلعب الكوره. دي طبعا فرصه زيزو، ولا سددها صح ولا لعبها عرضيه لاي حد جاي من هناك. دي جول اساسا بتاعت زيزو. لكن تعالى بص بقى، لو في فكر يعني هتتلعب بالعرض وتريزيجيه اصلا مكانه، ده مكانه اصلا. لكن طبعا ايه، كلنا عارفين منتخب مصر ايه. دي تسديده مروان عطيه، دي انا بسميها دي تسديده اليأس. مفيش حلول، مفيش يمين، مفيش شمال، مفيش مهاجم بيتحرك، مفيش حد بيسقط واحده للمهاجم، مفيش اي حاجه. ده اللي كان المفروض يعمله حجازي في الشوط الاولاني في الهدف. عمل بلوك محترم جدا بصراحه، من افضل الحاجات اللي عملها حجازي في البطوله، ومع ذلك خسرنا. بس مش مشكله. ها، دي لو اتلعبت بالعرض هدف. هنا فاول ليه الكونغو، ونفس القصه. على فكره يا جماعه كل ده مش اعادات، دي هجمات مختلفه. يعني كل الاخطاء دي متكرره متكرره. هنا زيزو ما تفهمش بيعمل ايه، وفي 2 لازقين في مع بعض جوه ال 18، وحمدي فتحي واقف حلو، ولا لعب لده ولا لعب لده. محمد حمدي بيلعب عرضيه، اتفرج بقى على العرضيه. المهاجم الاول سوري الباك ليفت الاول في منتخب مصر، بص بيلعبها فين. هنا حمدي فتحي بيسدد. اليأس، ده اليأس بعينه، ولا تسديده قويه ولا كويسه ولا اي حاجه، ده اليأس بعينه. حمد لله على السلامه، فيتوريا عمل تغيير الدقيقه 84. حمد لله على السلامه.
دي كوره اتلعبت في مساحه لمصطفى محمد. مصطفى محمد لو مهاجم زي ما انا بقول لكم يعجب، كان انقض على الكوره دي. لكن كيكا يا كيكا، كيكا يا كيكا، الكوره بتروح، ولا سرعه ولا انقضاض على الكوره ولا استحواذ ولا اي حاجه. دي طبعا المصيبه بتاعت اخونا حماده، محمود حماده. هو اتحرك حلو والله بامانه، اتحرك تحرك مفيش حد في المنتخب بيتحركه، ولا زيزو ولا مرموش ولا تريزيجيه حتى. لكن اول ما استلمها مسك السلك عريان. وبرضه ما يتلمش، ده اول ماتش ينزله، العيب مش عليه. دي بقى اللعبه المستفزه اللي في الاخر اللي بجد نرفزتني بجد. بصوا حجازي بيعمل ايه، بيفوت الكوره، ودي فيها تعمد كبير ان هو بيفوت الكوره. طب دي لما تفوت بصوا بقى نزلت لمين. والله يا جماعه حظنا من السما، والله حظنا عالي جدا في البطوله دي. ايه رايكم؟ يعني بصوا يا جماعه، اخطاء والله العظيم ما تتعمل من فريق درجه ثالثه، اخطاء ما تتعملش من فريق درجه ثالثه حرفيا، مش هزار والله. اخطاء بقى مهاجمين على مدافعين على نص ملعب على هيله، بمباركه المدرب. انا بالنسبه لي منتخب مصر دخل البطوله دي بدون مدرب، والله العظيم. انا بالنسبه لي كده شايفها كده، منتخب مصر دخل البطوله دي بدون مدرب. شايف الدنيا بايظه بايظه، بتعمل اول تغييرين الدقيقه 84، طبعا بتاع محمد حمدي وفتوح ده اللي اتصاب فيه ما يتحسبش. انا بتكلم على التدخل الفني بتاعك. انت سايب ليه يعني المباراه تروح ل 100 120 دقيقه؟ لعيبتك مش هتستحمل، لعيبتك مش افضل في ضربات الجزاء، احنا مش افضل في كل حاجه. انت كان بايدك تخلص، فين كهربا؟ تعال نرجع من ورا بقى، من ورا. ياسر ابراهيم ما بيلعبش ليه؟ هو احسن من محمد عبد المنعم وحجازي، ما بيلعبش ليه؟ ده واحد. اتنين، مروان عطيه قعد ليه اول ماتشين؟ هو افضل واحد رقم 6 في مصر، مروان عطيه قعد ليه؟ تلاتة، محمد النني لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر لانه ما بيلعبش في فرقته. ازاي تجيبه وتلعبه اساسي؟ ازاي؟ آه... ازاي بتلعب بدون صانع لعب؟ ازاي؟ لان امام عاشور ما يتحسبش على صناع اللعب. امام عاشور نص ملعب، قول رقم 8، لكن مش صانع لعب. صانع لعب انت كنت عايز واحد زي قفشه، او توظف انت بقى من المجموعه بتاعتك توظف واحد زي مرموش صانع لعب تحت المهاجم. لكن انت بتلعب بثلاثه، حمدي فتحي والنني ومروان عطيه، ده انت في البطاطا، واقسم بالله ده انت في البطاطا. وبعدين انت ايه، ممكن مثلا اسمح لك تلعب بكده قدام السنغال، بحيث ان انت هتلاقي يعني هتقابل هجوم قوي جدا. انت تخيل يا مؤمن ان الكونغو سددت على المرمى تسديده واحده؟ متخيل؟ الكونغو سددت على المرمى الثلاث خشبات تسديده واحده. يعني انت مش بتقابل فرقه فيها هجوم ضارب، لكن عشان القايمه فيها مجاملات كتير. ده انا بقول لكم ده عدل ربنا، والله العظيم ده عدل ربنا. قفشه في اسوأ حالاته هيفيد، هيفيد. يعني ايه هيفيد؟ يعني هيكسبك. عبد الله السعيد 40 سنه، هيفيد، هيفيد. ايه اللي بيحصل ده؟ رمضان صبحي كان فين؟ حسين الشحات فين؟ كنت في اشد الاحتياج لحسين الشحات، فين؟ مراحش. طيب تعالى للحراس عشان في حاجه مهمه. احمد الشناوي قبل البطوله قالوا عنده شرخ وهيقعد ممكن شهرين. ازاي تاخده؟ ازاي؟ بص انا عمال اقول لك كام ازاي، عد معايا كام ازاي. انت اصلا ازاي واحده ما تخلقش تستحق ان انت يعني تكمل او تخش بطوله؟ شوف انا عمال اقول لك كام ازاي. ارجع للحراس. احمد الشناوي ازاي تاخده مصاب؟ واضح جدا. محمد الشناوي معروف ان هو كان في الاهلي مصاب وما لعبش اخر ماتشات. ازاي تاخده؟ حتى انت ما لعبتوش الماتش الودي. ازاي تاخده؟ ازاي تلعبه اساسي وهو مصاب؟ واضحه.
مفيش حاجه اسمها هو عايز يلعب، مفيش حاجه اسمها كده. حتى لو لاعب عايز يلعب، ما هو كده في، انت كده هتاخدها في قصه تانية. ان النادي، ان اللاعب ما عندوش امانه، ان هو مش كامل صحيا يعني، مش سليم 100% وبيلعب. دي خيانه من اللاعب، انا بسميها خيانه. يعني كلمه خيانه دي حاجه كبيره، يعني كبير جدا الموضوع. دي خيانه من اللاعب ان هو يكون مصاب وما يقولش. لان هو واضح جدا يعني محمد الشناوي في الطلوع وفي الرمي هنا وهنا مش احسن حاجه. مش احسن حاجه. هدف تقريبا مش عارف موزمبيق ولا غانا، اتلعبت بالهيد وراح لها وحط ايده فيها، لكن دخلت ليه؟ عشان مش سليم. عشان مش سليم. محمد الشناوي مش سليم. طب ازاي محمد الشناوي واحمد الشناوي واخدهم وهما مش سلام؟ واحد منهم بيلعب اساسي ازاي؟ محمد صبحي. ازاي تاخد محمد صبحي وهو ولا بيلعب في الزمالك؟ وما تقوليش سنه صغير. في ناس كتير سنها صغير بتلعب في انديتها، هي احق. صح؟ هي احق. طيب هو محمد صبحي كانت مشكلته ايه مع الزمالك؟ اللي احنا سمعناه في الاعلام وطلع ناس زملكاويه قالوه، هما اللي قالوا مش احنا، هما اللي قالوا مش احنا، ان هو كان بيخش على تطبيق مراهنات او موقع مراهنات، وكان في مراهنات ان على الزمالك يخسر مثلا، وهو كان واقف. في عرف الكوره ده يتشطب، ده ما يشمهاش تاني، ده ما يشمهاش تاني. لكن في منتخب مصر الوضع مختلف. صح كده؟ في منتخب مصر الوضع مختلف. بص بص كام مجامله عدت معايا. كوكا، تعالى بقى نخش على المهاجمين شويه. انت مهاجمك الاساسي مصطفى محمد، ما ينفعش تلعب بمصطفى محمد كل الماتشات. ما ينفعش. انت اخدت كوكا وكهربا، كانوا لازم يحصل تبادل. ليه؟ وصل بيك الحال عشان انت ما اديتش الكهربا وكوكا، ما عندكش ثقه تنزلهم قدام كونغو مكان مصطفى محمد. كهربا لاعب مختلف عن مصطفى محمد. كهربا اذكى، تحركاته اذكى. طالما مصطفى محمد مش ماشيه معاه، مش هتمشي. يبقى لازم تغير. لازم تنشط. في حاجه اسمها، خلي بالك، سمعتها من مدرب مش فاكر مين، كان في مؤتمر وقالها: مش مهم ان يكون التبديل عشان حاجه معينه، لا، انا بنشط. تنشيط خصوصا ان انت متعادل وعايز تكسب. تنشيط. نص الملعب كان محتاج تنشيط، لكن انت فشخت الدكه. حرفيا فشخت الدكه. هتنزل مين؟ محمود حماده ما لعبش ولا دقيقه معاك. مهند لاشين لعب مش عارف كام دقيقه في ماتش غانا ولا ايه. مين الدكه؟ مع ان انا كنت منزل فيديو قبل ماتش الراس الاخضر وقلت خلي دكتك تقيله، ونصحته. بصوا يا جماعه، قلت والله العظيم كام حاجه. قلت ايه؟ كام حاجه قلت: لما تلاقي لاعب وحش طلعه على طول هتكسب. طب كان في كام لاعب وحش؟ كتير. قلت له ما تفتيش، العب بكل واحد مكانه، وخصوصا مرموش. تاني وتالت ورابع مرموش مكسر الدنيا في الدوري الالماني، بيلعب قول مهاجم او تحت المهاجم رقم 9. مرموش بيجي في النص من تحت المهاجم، بيعمل قلبان، بيقلب الدنيا. زيزو سيء جدا جدا، يعني من الاخر لاعب محلي. زيزو لاعب محلي، وكلنا شفنا ده. طبعا لعب كميه، عشان بس في جماعه زملكاويه بيقول لك لا هو ما بيلعبش. لا، زيزو لعب كميه ماتشات كتير جدا في البطوله دي ومع فيتوريا. لاعب محلي، واضحه جدا 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 جدا. ولا تسديد ولا عرضيات ولا مهارات ولا صناعه فرص ولا لعب ولا اي حاجه. زيزو لاعب محلي. امام عاشور اثر، لكن هو مش افضل حاجه. يعني تخيل ان امام عاشور افضل لاعب في منتخب مصر في نص الملعب، متواضع جدا بالنسبه لباقي اللعيبه اللي في البطوله. لا، لعيب عادي جدا جدا يعني. تريزيجيه ما يشيلش المنتخب. مش ده اللاعب اللي يشيل المنتخب. من الاخر يا جماعه احنا نقفلها احسن. والله العظيم نقفلها احسن 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 احسن. لان المجاملات
ما بتجيبش نجاح، ما بتجيبش توفيق، ما بتجيبش اي حاجه، مع ان والله سالكه معاك زي الورد في البطوله دي. سالكه رهوان، سالكه، سالكه مع منتخب مصر. كنت هتكسب تلعب غينيا، ومش غينيا الاستوائيه، غينيا الاستوائيه هي افضل من غينيا. غينيا الاستوائيه هي افضل من غينيا، ومع ذلك غينيا الاستوائيه طلعت. كنت هتلعب غينيا الاضعف. عداله ربنا، ربنا عادل جدا، ربنا عادل جدا. في قصه برضو بتاعت التغييرات. يعني هو مثلا فتوح اتصاب، اللي هو برضو ما يستحقش الضم، برضو ما قلناش على فتوح، برضو فتوح ما بيلعبش في ماتشاته. بصوا كام، ازاي واحد في الزمالك ما بيلعبش وتاخده اساسي؟ فتوح وصبحي، ازاي؟ معرفش. طلع فتوح عشان اتصاب، معرفش اتصاب من ايه، ده كان بين الشوطين الكلام ده يعني، ونزل محمد حمدي. تعال بقى للتغييرات. الدقيقه 84 نزل مرموش ومحمود حماده عشان يطلع تريزيجيه ويطلع مروان عطيه. يعني هو بيبدل محمود حماده بمروان عطيه، مع ان الاحق ان هو اللي كان يطلع رقم واحد النني. رقم واحد النني هو اللي كان المفروض يطلع. ومع ذلك حصلت مجامله في التغييرات. عايز ربنا يكرمك ازاي؟ ازاي عايز ربنا يكرمك؟ جه بعدين في الدقيقه 90 طلع زيزو ونزل مصطفى فتحي، عادي مش فارقه، الاتنين ما بيعملوش حاجه، عادي يعني. لما حصل الطرد طلع حمدي فتحي ونزل عمر كمال عبد الواحد. الدقيقه 97 حصل الطرد، نزل عمر كمال في الدقيقه 100 تقريبا، بعدها بدقيقتين ولا حاجه. يعني برضو في الطرد كان المفروض يطلع النني، لان حمدي فتحي هيبقى هو اللاعب اللي رقم 6 اللي بيعرف يقطع كويس. برضو مجامله تانية. وجا في الاخر عشان هو قليل الحيله ومش عارف يعمل ايه، طلع النني ونزل مهند لاشين، اللي حتى ما شاطش ضربه الجزاء. تقريبا رفض، تقريبا هو رفض او معرفش خاف بقى ولا ما تفهمش. يعني حتى انت عامل تغيير الدقيقه 112 ولا حاجه ونزل مهند لاشين، اكيد مش عشان تكسب، ده انت بالعكس الشوط الرابع ده منتخب مصر كان كله ورا وخايف وبيدافع. فانت حتى منزل تغيير مش هيفيدك في ضربات الجزاء. مصطفى محمد ضيع عليه كوره من وجهه نظري، ضيع عليه الكوره بتاع ضربه الجزاء، كان لازم يخرج. كان لازم تنشط المهاجم بمهاجم وتخرج مصطفى محمد. مفيش حق. انا حتى كان في واحد يعني واحد قاعد جنبي بيقول لي هو ساب مصطفى محمد عشان ضربات الجزاء. اهو مفيش حاجه اسمها كده. طب ما انت ممكن الناس تتخيل انها تضيعها بتجيبها. القصه كلها بتبقى ثقه، في توفيق، بس بيبقى الثقه الجزء الاكبر. كان من العدل من بدري من دقيقه 60 ولا 70 كمان مصطفى محمد يخرج وتنزل كهربا من بدري، من بدري. ايه ده يا جماعه ده؟ ايه ده؟ تعالى بقى الجزء بتاع الاداره. حازم امام هو اللي جاب فيتوريا، ده الكلام ده كان وقتها احنا سمعنا كده. هو اللي جاب فيتوريا. العقد اللي ممضي ب4 سنين لحد ما يوديك كاس العالم. في شرط جزائي كبير، كبير. عشان تمشي الراجل ده لازم ياخد الشرط الجزائي او باقي عقده. فانت هتتكلم في مبلغ كبير جدا. في حاجه تانية. اه الراتب بتاع فيتوريا يعتبر من اكبر الرواتب، ان ما كانش اكبر راتب في منتخبات افريقيا. تعال اديك مثال، مثلا الراس الاخضر. ما انا لازم اقارنك بكده، هقارنك بحد معاك في المجموعه. الراس الاخضر لعب كوره افضل منك وتاهل اول، وهو افضل منك في كل حاجه في الكوره يعني. المدرب بتاعه بياخد 4000 يورو او دولار في الشهر. فيتوريا تقريبا معدي ال 150، مش عارف كام بالظبط بس رقم كبير جدا. بالمصري حد قال لي 13 مليون. بالمصري 13 مليون او 12 مليون في الشهر. ربنا هيكرمك ازاي؟ مين بقى اللي مضى الشرط الجزائي؟ ان يعني حتى العقد اللي بيتكتب ماشي في شرط جزائي، بس لو جت افريقيا وما ودتنيش نهائي مش هقول لك تاخد البطوله عشان انت كحول. لو
ما ودتنيش نهائي، الشرط الجزائي هيتشال بعد بطوله افريقيا وهتكمل معانا كاس العالم يا عم. لكن لو ما كسبت، لو انا ما كسبتش البطوله او ما رحتش نهائي، الشرط الجزائي يتشال. دي بقى الحرفنه بتاعت الاداره بقى، وده يثبت لك ان احنا ما عندناش اداره اصلا. اصلا انت لو عندك اداره محمد صلاح ما يمشيش، ولو مشى يتقال له انت مش راجع. ده انت لو عندك اداره. فاللي كتب العقد مع فيتوريا ده كارثه، كارثه، كارثه كارثه كارثه. انت كده لابس في فيتوريا لحد كاس العالم. ده لو رحت كاس العالم مش هتقدر تمشيه الا لما تديله كامل عقده. فلوس بتترمى على الارض، لعيبه ما عندهاش دم، اداريين زي الزفت، مجاملات شغاله، حاجه تسد النفس، حاجه تسد النفس والله العظيم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اشتركوا في القناه يا جماعه ودعمونا، واشتركوا في القناه تاني وتالت ورابع بنقول اهو، وفعلوا الجرس. شكرا.